أهلا بكم طلبة سنة تالتة إعدادي مكملين مع بعض حل امتحانات المحافظات من كتاب الامتحان لعام 2024. معانا النهاردة محافظة المنوفية. هنبتدي بأول سؤال في الجغرافيا، بيقول: أمام خريطة لقارة أفريقيا اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. واحد، المحيط الأطلنطي. رقم اتنين، دائرة عرض، طبعا دي مدار السرطان. تلاتة، هضبة، طبعا اثيوبيا او الحبشه، ممكن تكتب كده صح او كده صح. اقليم مناخي، طبعا ده المداري الحار. قارن بين قاره اسيا وقاره استراليا من حيث اهم الجبال شرق كل قاره، والاقليم المناخي بشرق الصين وجنوب غرب استراليا. بصوا يا جماعه، بالنسبه لقاره اسيا اهم الجبال في شرق القاره اللي هي جبال اليابان، بينما قاره استراليا هي جبال الحاجز الكبير. بالنسبة للإقليم المناخي بشرق الصين، طبعا ده الإقليم اسمه المعتدل الدافئ شرق القارات اللي هو بين قوسين الصيني. بينما الإقليم المناخي بجنوب غرب استراليا ده إقليم البحر المتوسط. بعد كده السؤال التاني جيم بيقول لنا: ما المقصود بكل مصطلح جغرافي مما يأتي؟ واحد، موقع جغرافي. طبعا الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار أو محيطات أو قارات أو غيرها. بالنسبة لسلالة بشرية، هي عبارة عن مجموعة بشرية تتشابه في الصفات الجسمية الخارجية. تمام، ده تعريف السلالة البشرية. بعد كده السؤال التاني ألف: اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارات مع التصويب. رقم واحد بيقول لنا: تضم قارة أستراليا مجموعة جزر صغيرة في المحيط الهندي. الإجابة غلط، هو المحيط الهادي. اتنين، يجري نهر اليانجتيسي، تمام، في سهول شرق الصين. طبعا الإجابة صح. تلاتة، استراليا أقل قارات العالم سكانا. الإجابة صح. ممكن حد يقول لي: طب ما قارة أنتاركتيكا ما فيهاش سكان. هو بيقول أقل قارات العالم سكانا، يعني فيها سكان بس بعدد قليل. أما قارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية دي خالية من السكان. تمام، فكلمة أقل من السكان غير لما يقول لك قارة خالية من السكان. فالإجابة هنا صح. رقم أربعة: توجد أقل نسبة للسكان البالغين في قارة أوروبا. هقول له الإجابة غلط. توجد في قارة أفريقيا. طب ممكن نصلح، ممكن نكتب توجد أكبر نسبة، يعني ممكن نصلح كلمة أقل نكتبها أكبر، أو ممكن نغير كلمة أوروبا ونكتب مكانها أفريقيا عادي. سؤال به بيقول لنا: بما تفسر كثرة المواني الطبيعية في قارة أوروبا؟ هقول له بسبب تعرج سواحل القارة وكثرة الجزر بها. السؤال التاني: العرب ليسوا من سلالة واحدة. هقول له بسبب اختلاطهم مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ. السؤال رقم ثلاثة: بما تفسر تركز سكان أمريكا الجنوبية في هضبة البرازيل وسواحلها؟ هقول له لوجود المدن الكبرى. سؤال جيم بيقول: ما العلاقة بين هضبة اثيوبيا والنشاط الزراعي في بعض دول افريقيا؟ احنا عارفين يا جماعة ان هضبة اثيوبيا هي منبع من منابع نهر النيل، فأي دولة بيجري فيها روافد نهر النيل اللي جاية من هضبة اثيوبيا بيقوم فيها نشاط الزراعة. طب هكتب له ايه؟ هكتب له هنا، اقول له حيث ينبع منها احد روافد نهر النيل الذي يعتبر أساس قيام النشاط الزراعي في بعض دول أفريقيا. دي الإجابة. بعد كده عندنا الامتحان. ثانيا التاريخ. السؤال الثالث بيقول لنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تحطم الأسطول المملوكي في معركة، طبعا ديو البحرية. اتنين، ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني. طبعا هقول له كبار التجار. ثلاثة، عاد نابليون بونابرت إلى فرنسا سرا بعد معركة، طبعا أبيكير البرية. رقم أربعة، سعت بريطانيا في مطلع القرن التسعتاشر الميلادي لتولية حكم مصر لحلفائها من، طبعا المماليك اللي هو محمد بك الألفي يعني. أسس محمد علي مدرسة حربية في أسوان.
6. هددت بريطانيا بخلعه من عرش مصر عام 1942، طبعا ده الملك فاروق. بعد كده السؤال به بيقول لنا: ما النتائج المترتبة التي ترتبت على حملات الخديوي إسماعيل إلى الأقاليم الاستوائية في أفريقيا؟ هقول له: امتداد النفوذ المصري إلى سواحل البحر الأحمر بكامله. تمام. بعد كده السؤال الثاني: التوتر بين وزارة البارودي والخديوي توفيق. هنا بيقول: ما النتائج مش بما تفسر. طبعا أدت إلى إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى، تمام، ل لرغبتها في إقالة وزارة البارودي وإبعاد عرابي وزملائه خارج البلاد. بعد كده يا جماعة تنديد مصطفى كامل بحادثة دنشواي 1906 طبعا أدت إلى عزل اللورد كرومر من منصبه كأول وأقوى معتمد بريطاني في مصر. سؤال جيم بيقول: ما رأيك في مقاطعة الشعب المصري لجنة ميرنر؟ طبعا موقف جيد، لأن قبول الشعب لجنة ميرنر يعني التنازل عن الوكالة التي أعطاها الشعب للوفد المصري. السؤال بعد كده يا جماعة بيقول لنا 4. من هو انتهت بهزيمته دولة المماليك وزار مصر ولاية عثمانية؟ تمام، اللي هو مين؟ اللي هو تومان باي. بعد كده حاكم جنوب الشام وتحالف مع علي بيك الكبير، طبعا ده ظاهر العمر. 3. أبعده محمد علي ونفاه إلى دمياط عام 1809، ده عمر مكرم. 4. أنشأ الديوان العالي ومجلس المشورة في مصر، طبعا ده محمد علي. 5. أصدر مرسوما بتأليف وزارة نبار باشا عام 1878، طبعا ده الخديوي إسماعيل. 6. ضابط مصري تصدوا للجيش البريطاني عند كفر الدوار. ضباط مصريون تصدوا للجيش البريطاني عند كفر الدوار عام 1882، دول العربيون. بعد كده بيقول لنا: حدد الأثر السلبي لكل عبارة مما يأتي. قبول زيور باشا مطالب بريطانيا عام 1924، هقول له: أدى ذلك إلى سحب الجيش المصري من السودان. بعد كده سياسة الاحتلال البريطاني الاقتصادية في مصر، طبعا أدت إلى محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصري، وظهور طبقة من كبار الملاك والأعيان تستفيد من هذه السياسة ويرتبط نموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال. بعد كده بيقول لنا معاهدة 1936 بالنسبة لي على المواصلات في مصر. هقول له: تم وضع مواني ومطارات وطرق مواصلات مصر تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب. سؤال جيم بيقول: ما تقييمك للائحة السعدية عام 1858؟ طبعا قرار جيد جدا، لأنه بموجب هذه اللائحة أصبح للفلاح الحق في توريث الأرض الزراعية. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل امتحان محافظة المنوفية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عندك أي سؤال اكتبهولي في التعليقات وأنا هرد عليك على طول. ورجاء إن انتوا توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من الأصدقاء علشان الكل يستفاد. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.